الانتخابات البرلمانية واللي هتكون محافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثالثة، أكيد كل المواطنين بيسألوا عن المواصفات اللي ممكن يختاروا على أساسها عضو مجلس الشعب القادم. وزي ما عودناكم من خلال قناة منياوي إن احنا بنتواجد في كل الأحداث والمؤتمرات الانتخابية، النهارده منياوي بيتواجد في مدينة أبو قرقاص لنقل فعاليات المؤتمر الانتخابي للمرشح المستقل على مقعد الفئات الإعلامي إيهاب نجا أحمد دكروري. فتابعونا من خلال قناة منياوي. حتى يومنا هذا ان هم حبسوا رئيس لم تحدث، اما ان يتوفاه الله وفاة طبيعية واما ان يقتل، انما ما سبقش ان كان عندنا رئيس محبوس. فالمصريين نفسهم في ظرف استثنائي مش متعودين عليه حد، وده مش مفصول عن اللي حصل حوالينا في ليبيا واللي حصل حوالينا في اليمن واللي حصل حوالينا في سوريا واللي حصل حوالينا في الدنيا بتتغير واحنا لازم نتغير. ما هو في الاخر الناخب ده تعبير عننا احنا، لو احسننا انتخابه ما احنا طلعنا من ابنائنا الحلم. زي ما بقول انا بص في ابنائي فاقول فلان ده يكمل تعليمه ويروح المدرسه لانه نافع ونابه وحلو، وفلان ده يروح الغيط لانه حلو في الفلاحه كمان مش لانه فاش، لا لانه حلو في الفلاحه وهيعرف ينتج. اذا وديت ده المدرسه ظلمته واذا جبت ده الغيط ظلمته، وبالتالي ما فيش في اولادنا حلو ووحش، كل اولادنا حلوين، كل المرشحين كويسين. اعتقد ان انتوا تابعتوا من خلال الموقع الندوه اللي عملتها النهارده والرساله الدائمه واللي بكررها دايما لاهالي الدائره هي قدره وثقتي انا في قدره الناخب على التمييز ما بين الغث والسمين، ان يعرض كافه المرشحين على ضميره، ان يختار من يثق في قدرته على اداره مستقبل ابنائه. أكيد البرلمان القادم تشريعي ورقابي بالإضافة إلى الجزء الخدمي. صحيح البرلمان القادم هو برلمان في ظرف استثنائي زي ما أنت عارف، أنه عقب هذا أول برلمان منتخب عقب ثورة، فيجب أن نحسن اختيار أعضائه اللي يستطيعوا أن يعملوا على التشريع وأن يعملوا على الرقابة وأن يعملوا على متابعة الاتفاقيات الدولية. احنا في ظرف تاريخي حساس. أولا الأستاذ إيهاب أحمد نجا دكروري رجل يعني يمثل الإعلام، وانا لما سمعت ان هو عامل مؤتمر النهارده خاص بشرق الترعه، حقيقه عمه الدكتور الله يرحمه الدكتور محمد ابراهيم دكروري كان ليه خدمات وافضلات كتير على المجلس وعلى المركز، فحبيت ان انا اجي عشان استمع لبرنامجه الانتخابي. وهو راجل معروف ان هو من عيله مرموقه ولها مكانه في السياسه ومكانه في الاقتصاد، وهو نامل ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقه ويستطيع ان هو يواصل مسيره العائله ويواصل الانجازات اللي قدمها عمه الدكتور محمد ابراهيم دكروري. هو راجل محترم جدا وراجل مقدر من اهالي وشعب مركز ابو قرقاص، وراجل له مكانه اولا في السياسه يكفيه ان هو شغال في الاعلام. هو طبعا الاستاذ ايهاب طبعا غنى عن التعريف، طبعا ذكرنا طبعا وفيما سبق عمه الدكتور محمد دكروري، فاحنا نثق فيهم ان هم طبعا بيسعوا في المصالح الجميع، المنافع العامه اللي بتنفع الجميع وليس منافع خاصه، يعني ربنا يبارك فيهم ويجعل ذلك في ميزان حسنات. راجل خدمات وراجل كويس وكل اهل دايرته بيحبوه، والناس يعني متطوعه ان تنتخب الاستاذ ايهاب لان راجل كويس وراجل محب للناس وراجل بيخدم الناس كلها. اكيد طبعا انا النهارده بدور على واحد